إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن رؤية خلع الضروس في المنام. دي من الرؤى اللي بيحلم بيها بيكون قلقان جدا، وبيبقى حاسس إنها فيها إنذار بحاجة مش كويسة. لكن خلع الضروس أو الأسنان فيها إنذارات بالشر، وفيها بشرى بالخير. مش كلها مقلقة. وزي ما احنا قلنا قبل كده، الحلم بيختلف من الزوجة للبنت العزباء للرجل. لو حد مريض، لو حد لسه طالب علم، فبيختلف حسب حالة كل واحد بسنه والحالة الاجتماعية الخاصة بيه. فناخدها بالترتيب إن شاء الله كده. لو شخص حلم إن ضرس وقع وهو في أزمة مالية، والضرس وقع بدون ألم، فإن شاء الله ده بشرة خير، دي إن الأزمة المالية دي إن شاء الله هتتحل، وهيبقى له في انفراجة كبيرة بأمر الله. لكن لو حد حلم إن أسنانه وقعت، الأسنان كلها وقعت، فهو أمور هتبقى فيه مشاكل حواليه، ويكون على حذر في الفترة اللي جاية. لكن لو الأسنان وقعت في إيديه مش على الأرض، فده دليل على إن في مال جايله في الطريق. ولو بنت حلمت إنها في ألم في ضرسها، والضرس ده مسوس والضرس ده وقع، فده برضك بشرة خير، إن هي أمور هتتحل ليها، وإن في مشاكل كانت حواليها وهتتحل بإذن الله. لكن لو الضرس وقع برضك وفي كان في ألم جامد، فهي في أمور هي بتفكر فيها بقوة وشغلة تفكيرها، فتحاول إنها توصل لقرار ليها. ففي مشكلة هي بتمر بيها وتحاول توصل فيها لقرار بإذن الله، وربنا يدلها على الخير. أما بالنسبة لو زوجة حلمت بالضرس وقع، فدوت بشرة خير ليها للحمل بإذن الله، وربنا يرزقها بالذرية الصالحة. المقلق بقى في المنام بالنسبة للضروس، والناس بتبقى قلقانة منه، لو الضرس وقع وفيه دم جامد، فده دليل على ان في مشاكل هيمر بيها الرائي. ولو لا قدر الله حد مريض في العيلة، او يعني في حد مرض شديد وحلم بان ضرسه وقع، فده يعني انذار للشخص اللي هو المريض في العيلة، ان هو لا قدر الله يعني بيكون على انذار لوفاته. فده اللي بيبقى مقلق في خلع الضرس او الاسنان. لكن كل ما هو حد بيمر بأمور مادية أو ضيق أو حلم بالدروس إنها بتقع أو بتتخلع، فما يقلقش. بالعكس، دي بتبقى بشرة خير ليه، إن أمورها تتيسر له ومشاكله هتتحل. ويا رب كده ما يجيبش أي ضيقة ولا مشاكل لحد، ويجعلني دايما أبشركم بالخير. وما نحاولش دايما إن احنا ناخد الأمور بالسيء، يعني بشروا ولا تنفروا، ونحسن الظن بالله. ويا رب كده يبعد عننا أي مشاكل، ويدخل بيتنا الفرح والسعادة، ويكون كده كلامي مبسط وأقدر أوصل لكم المعلومة بطريقة سهلة. وما تنسونيش في اللايك والشير.